عريض. طيب انت موجود داخل الخلوه؟ داخل الخلوه دي كلها. طيب السماء الخلوه فيها فتحه من فوق؟ لا. طيب كيف في السقف بتاع المساله الخلوه؟ دي كالحلم، يعني انت بين وانت مغمض ايوه عيونك. انت بين اليقظه والنوم. كثير من الاشياء بتحصل، انت نايم في سرير معين وانت بتحلم او رؤيه، فانت ما في الموقع تشوف نفسك انك طاير، انك راكب، انك ساكيك كلب، ساكيك اي شيء بنفس الطريقه. وانا صاحي بين النوم والصحيان، لكن انا ما اعرف كنت وين. فنفس النظره، فانا ما في الخلوه اللي كان انا فيها، انا في موقع اخر. المفاهمه دي كلها في موقع اخر، والحشرات والمسائل دي كلها ما في موقعي الاصلي، فكاني احلم. طيب، فبشرني ان انظر الى السماء، فنظرت الى السماء فوجدت الحروف الابجديه من الالف للياء بخط عريض جدا. الالف قاطع الحروف دي كلها، والباء من اول السماء الى اخر السماء والنقطه تحت، والحروف الابجديه كلها. فقال لي: هل رايت مثل هذا في السماء؟ قلت له: لا. فقال لي: هذا هو اللوح المحفوظ، انظر لقدام شويه. فنظرت لقدام شويه في حروف مرتبكه كده بترجف. قال لي: هل تستطيع ان تقرا حرف من الحروف دي؟ قلت له: لا. قال لي: في المستقبل وبعض الشروط ان شاء الله سوف تقرا هذه الحروف كلها وتقرا الكلمات دي كلها، وده اللوح المحفوظ، وانت لو ما كنت ولي من اولياء الله الصالحين ما وصلت هذه الدرجه ومبروك لهذه الدرجه، وان شاء الله انا اخدمك، ولكن بشرط انت نجحت في الامتحان الاول، هذا هو الحشره التي تتكلم معي، ولكن عندنا امتحانات ثانيه فتوافق عليها كلها، ولكن تنفيذها عند اللزوم. فذكر لي يعني عده يعني الشروط. وده الشروط شنو اشترط عليك؟ كل انسان يدخل خلوه، يقول لك الشيخ اللي دخل خلوه او الشيخ انقطع في عباده معينه، هذه بالطريقه بتاعتهم كلهم. اشترط عليك يا شيخ حامد؟ اشترط عليك. طيب الشروط شنو هي اللي اشترط عليك؟ شروط منها ان تذبح لغير الله. تذبح. نعم. وكل ما جيت تذبح تعضي معدن عشان ما تقول بسم الله والله اكبر. موافق؟ ايوه موافق. تاخذ القران وتدخله في بيت الادب مثلا، دوره المياه. موافق؟ موافق. ما تعترض فتنطرد. نعم. شروط هي كثيره. معاملات مع الاسره والاقارب بطريقه غير شرعيه، ممارسات غير شرعيه مع الاسر. موافق؟ ايوه موافق. ما تصوم رمضان؟ ايوه موافق. ما تصلي العصر؟ ايوه موافق. ما تصلي بالناس جماعه؟ ايوه موافق. ما صلي بدون وضوء، وده كثيرون منهم. طيب المقابل شنو لكل هذه المساومات مثلا؟ المقابل ان ينفذ لك امر من اوامر من طلبات المجتمع. مثلا جيتيني انت عاوزه لك حجاب للحديد. أيوة. فانا عندي شفره متفق مع هذا الروحاني كما يسمونه، والناس تعتقد ان الروحاني ده نوع من الملائكه، لا، هذا جن شيطان، قد يكون مارد وقد يكون عفريت. فعندي شفره علمني اياها هو ان اعقد الخنصر هكذا. نعم. وادعو دعاء 4 مرات فيظهر هذا الروحاني، ثم يقول، انا اقول له: يا اخي هذا الشخص طلب الشيء الفلاني. نعم. فيشرط علي الروحاني ان اتقرب بالشيء الفلاني، اذبح، اعمل كذا، اعمل كذا، اعمل كذا، اعمل شروط كلها. ان تاتي الشخص ياتي بحيوان بصفات معينه عشان هو، ويقول لي مثلا تذبح الشيء المعين بالصفات المعينه واترك جزء منه في الحته المعينه. خذ هذا الدم المسفوح، دم الضبيحه، واكتب به القران، مثلا اكتب الايه رقم كذا، الايه السوره رقم كذا للشيء الفلاني، ثم لفه في ورقه مثل الاوراق هذه. نعم. الاوراق هذه الموجوده دي ايات قرانيه. ايوه دي الاوراق هذه كلها. وهذا الكتيب برضه منه معي الكتيب ده فيه حاجات كثيره جدا. نعم. المسائل الزي دي اقلبيها عشان المجتمع يشوفها. طيب. دي الحجبات والمسائل الزي دي، فدي تكتب باشياء من دي واحده من الاشياء اللي علمك لها. ايوه. فاذا كان جاء الرجل وطلب هذه الطلبات وشرط الجان لي ان انفذ بعض الاشياء، وكلها الشرك بالله سبحانه، مش كفر، الشرك بالله سبحانه وتعالى. دي الخدمه اللي بيقدمها الفقيه. نعم. او ما يسمى بمولانا ولا الشيخ فلاني، يقدمها لعالم الجن. ودي اشياء الناس ما بيعرفوها، بتتم من وراء الكواليس بالليل. وزي ما بيقولوا قمت بكتابتها انت يا شيخ حامد؟ ايوه، دي كلها كتابات، كل ورقه مختلفه، كل ورقه مختلفه من الثانيه. ودي كلها كانت في اللوحه المحفوظ فوق، وبحتفظ بها هنا عشان تجي انت عشان اكتب وكل لك. ورقه بتخدم غرض معين، يعني ما كل أي ممكن تخدم اكثر من غرض الورقه. ايوه، في ورق
دي الطلسم ده بيخدم شيء معين، الطلاسم شوف الصور دي اقلبها كده، انت اخذتها لا نعم كده اقلبها كده. كده، ايوه ده الاصل بتاعها كده، تتقري كده يعني. بتتقري كده. ده ما فيش انسان يقدر يستطيع ان يقرا ابدا الا يعلمك لها الجن الروحاني، يعلمك كيف تقرا الورقه الثانيه والثالثه وراها، ودي قريبه 500 600 ورقه كلها بنفس الطريقه دي. كل ورقه مختلفه مكتوبه أيوة بطريقه أقلبها معينه. كده، اقلبها ايوه كده، ايوه كده، اقلبها ثاني بالحته الثانيه، شيء زي الساعه كده. لا كده زي أيوة. ده بيشبه الثعبان. دي ايوه رسمه. لا اقلبيهم ايوه كده. فده شفتي دي حشرات، دي عقرب، دي عقرب شايفه عقرب. بذنبها وبتاع. وكثير من المسائل زي دي، وكذلك في البتاع اللي كانت مرسومه وضحت عنها دي، كان الناس مجموعه من بيتعاملوا بها، الطلاسم. وده قليل من كثير ما يعمله الفقراء، الناس اللي بيرجعوا لهم وبيقولوا طيب لهم يا أنا شيخ بدي حامد، خبرات. نعم. انت ما نفذت ولا شرط من الشروط اللي اتشرطت عليك؟ نفذت شرط واحد اللي هو شنو؟ اللي هو عدم صوم رمضان. ما صمت رمضان. ما صمت، لمدة باقي كم كان سنة ما صمت رمضان حوالي 3 ايام. 3 هذا أيام الشرط انا ونفذته طوالي الان. من الشروط الكثيره دي شروط خبيثه جدا، شروط معاشره الاقارب بطريقه غير مشروعه، شروط دفن القران في الزبايل، شروط كتابه القران بالنجاسات، شروط كلها فيها معصيه، كلها معصية فيها لله. الشرك نعم. ما انزل الله بها من سلطان، ودي كلها بتتمثل في المحايه والدواء اللي بيكتبوا بها دي. الناس بتشرب منها، يكتب لك القران بسم الله الرحمن الرحيم، يكتب لك يخدعك بالعسل وجواه في سم. فالطلاسم تحت الكتابه او خواتيم مثلا نعم. كتبت لك البسمله 10,000 مره، اخيرا انا بدخل مسائل زي دي وامهوها وانت تشربها، وقد يكون فيها دم حيض، يكون فيها نجاسات اخرى، وقد فيها ماء الرجال الى اخره. طيب. على حسب طلب الزعيم بتاع الشيخ او الفقيه اللي بيتعامل معه. انا زعيمي او اللي بتعامل معه اسمه سحسوبي، وكثير منهم اسمه شمهروش والسبعبه وكبعبه واسماء ما انزل الله بها من سلطان. وكذلك إسرائيل الناس بتعتقد أن إسرائيل ده هو ملك الموت. إسرائيل ما ملك الموت، إسرائيل هو روحاني من رواحين الجن، زعيم من زعماء الجن. وملك الموت ما اسمه إسرائيل، اسمه ملك الموت. في القرآن ملك الموت، وفي السنة ملك الموت. ملك الموت اسمه ملك الموت، ما عنده أي اسم غير ملك الموت. أتحدى أي إنسان أن يجيب اسم لملك الموت لإسرائيل، هذا كلام كذب. وإسرائيل هو زعيم من زعماء الجن روحاني، وهو صديق لسحسوهوبي الرئيس بتاع ال 268 جن اللي كانوا بيتعاملوا معاي وعرفني به، وهو اللي قال لي إسرائيل ما هو. وده كله تم في ليله واحده ولا كان بيجيك في كم ليله؟ لا تم كله في ليله في واحده. والمسائل دي كلها تمت في ليله واحده. والشروط الثانيه عند اللزوم. يعني انت طيب الان توافق. انت صمت 3 ايام، فطرت 3 ايام من شهر رمضان. لا الباقي لصيام رمضان 3 ايام. الكلام ده زي ما يقولوا في شوال، لا مش شعبان، اخر شعبان انا كان في الخلوه الاخيره من هو باقي رمضان 3 يوم ثم ادخل في صيام رمضان. فذكر لي شروط كثيره، والشيخ قال لي اي شرط يشارطك له وافق عليه، لكن في شرط نفذه امامه عشان يعتقد انك انت فعلا صادق في كلامك. فمن اجل ذلك انا نفذت وافقت على كل الشروط. واذا كان ما وافقت بتنطرد وبتكون انت فشلت. لابد من توافق، ولكن كل التنفيذ عند اللزوم. ياتيني شخص اكتب له الحجاب بنفذ شرط، بعد ذاك الحجاب ده بيكون اصلا بيحجب. طيب انا حاسالك عن التجارب اللي جاتك واللي عالجتها طبعا بالتاكيد، لكن عايزه اتوقف برضو عند انه جازاك بشنو بعد ما انت فطرت مثلا شهر رمضان؟ يجازيني بالخدمه، وجزاؤه لي بالخدمه، ان يخدمني في كل ما اطلبه منه. كل ما طلبت منه شيء يجي ان شاء الله ينفذ. طيب حنرجع نتكلم عن التجارب اللي جاتك. طبعا عدد من الاشخاص عندهم مشاكل كثيره لجأوا لك عشان ما انت تحلها اليوم. نعم. نطلع فاصل ونرجع نواصل.